شلون يعني؟ ليش قاعد تقهرون رجالنا بهالشكل؟ ليش قاعد تقيدوننا بهذا الشكل؟ بلد واحد احنا قادرين عليه كأمة عربية كامل؟ الحل الكل يحط ايده بايد الكل والشعوب العربية كلها بتروح. ترى ما تحتاجون، هو العراق والأردن كافي، يفتح حدوده، إزلام العراق وإزلام الأردن يحررون فلسطين وأبو فلسطين. والله العظيم الجماعة محتاجين فزعتنا، في يوم من الأيام احنا احتاجنا فزعة، واليوم إذا ما نفزع لإخواننا ولأهلنا في فلسطين وما تتحرك الشوارب وما نقول والله السيوف، الله يعني الله خلانا عندنا سيوف مو عشان نرقص فيها، عشان نحارب فيها. اليوم إذا ما نسجل هذا الموقف بكرة احنا نحتاج حد يفزع لنا، ما نلقى. هذا استفزاز صريح لكل المسلمين اللي موجودين على كوكب الأرض، لكل مسلم. إذا الصين فزعت، روسيا فزعت، أنت اليوم تقول لي نساء وأطفال مهجرين مشردين جرحى وقتلى، إمدادات طبية ما تدخل، مواد غذائية ما تدخل، مسكرين على رجالنا الحدود في الأردن وفي العراق إنهم مو عارفين ينصرون إخواننا في غزة. خلاص احنا كعرب نتفهم في ضغوطات على الحكومات، خلاص قولوا ما نقدر احنا نتحكم بإرادة شعبنا. احنا كشعوب عربية الآن مطلبنا تحرير فلسطين، احنا ما نبي سلام مع إسرائيل، لا سلام مع إسرائيل. انت تاخذ أرضي وانا اسوي معاك سلام، اطقك على خشمك وارجع أرضي اول وافكر بعدين بالسلام. ناصر انت ايش تبي؟ ابي اموت اسرائيل. تبي تموت إسرائيل؟ تبي تروح فلسطين؟ ما تخاف؟ نعم. مشروع شهيد عادي ما عنده مشكلة، وعزوز وولد اختي نفس الكلام. احنا ترى الرب شهداء وابطال، ما نخاف من الموت من اجل المبدأ والكرامة والقيمة ما نخاف، اولادنا وارواحنا كلها فدا. شيخة ماما وين تبين تروحين يا حبيبتي؟ فلسطين. ليش تبين تروحين فلسطين؟ عشان ابي اموت اسرائيل. تبي تموتين إسرائيل عشان تدافعين عن الأطفال اللي نفسك؟ ما تخافين؟ ما تخافين؟ احنا ما نخاف من أجل العقيدة والمعتقد، احنا ما نخاف، هذا معتقد. احنا مستعدين كعرب ومسلمين بكل أنحاء الأرض ان احنا نروح احنا واولادنا ونساء حتى قبل الرجال، ان احنا نموت في سبيل القضية الفلسطينية والدفاع عن اهلنا في غزة. فرجاء لا تحكرون لنا، نرجو من الكل فتحوا لنا الحدود وحدود الأردن وحدود العراق، احنا رايحين مع اهلنا، واحنا اغلى من اللي راحوا. اما النصر واما الشهادة، اما حياة بمذلة ويهودي صهيوني يدوس على راسنا ويشتري ويبيع فينا ويستفزنا ويقهر رجالنا، لا نرفضها. الآن نريد تحرير فلسطين بالكامل، وإن كان هذا آخر خطاب لي على وجه الأرض. أنا أصلا الدنيا هذه ما تناسبني، الدنيا هذه صارت للتافه والسخيف والغبي والمتخلف، لا مبادئ ولا قيم، والأخلاق زعلانة منكم، والقيم شقت ثيابها والمبادئ قاعدة تلطم. خلاص